السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة القديمة من الألف للياء، وهنقول ازاي لو عندك مش خمير، او لو ما عندكيش هتعمليه ازاي. وهنقول مع بعض بديل الدنكار. لو في ناس ما بتحبش الدنكار هنقول مع بعض بديل الدنكار هو ايه. اول حاجة زي ما انتوا شايفين ده كيلو ونص جبنة قريش. اعملي كمية براحتك اللي انت عاوزاها. ده كيلو ونص جبنه قريش. اول حاجه جبت الجبنه القريش، ورحت جايه كيس ملح، وجبت 4 معالق شطه قلبتهم في بعض، وبعد كده مسكت الجبنه القريش غلفت كل حته بالشطه والملح زي ما انتوا شايفين شكلها بالشكل ده. وبعد كده جبت المصفى وتحتيها طبق، ورحت جايه سبتها لمده 3 ايام. طبعا انا كده حطاها في الشمس وبرمي عليها حته شاشه او بغطيها بمصفى تانية عشان خاطر مفيش اي حشره تخش فيها. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين ده الخمير كان عندي مش قديم. المش ده بجدده كل سنة او كل سنتين بجدده، وبصفيه تصفية كويسة، وبعد كده بستعمله تاني. طبعا ده كان عندي، همسكه دلوقتي اصفيه زي ما انتوا شايفين كده. بصفيه من غير في المصفى عشان خاطر ما يكونش فيه اي حاجة. ما شاء الله الله اكبر، ما فيهوش اي دودة ولا سوسة ولا حاجة زي ما انتوا شايفين اهي. طبعا هنا انا بعد ما صفيته شايفين شكله عامل ازاي. طبعا ده كان فيه جبنة وخلصت، قلت اجدد له جبنه تاني. انا هنا هزود له اللي معايا دوا. هاخد معلقتين كبار دوا، بجيب قشر البرتقال وحمصه في قلب الفرن وبطحنه في الخلاط في الكبه، وبعد كده بحطه للمش. بيدي له ريحه حلوه. وتاني حاجه لو في اي دوده ولا سوسه ما بيتقربش خالص عشان ريحته. طبعا هي معايا فلفل الشطه، بجيب برضو الفلفل الاحمر من السوق وبغسله وبعمله في قلب حبل او خيط وبحمصه زي ما انتوا شايفينه كده. هو لازم اي حاجه تتحط جوه المش ما يكونش فيها ميه نهائي. طبعا زي ما انتوا شايفين البرطمان جبته نضيف، ورحت جايه رصيت في الجبنه بالشكل ده، وحطيت عليه قرون الفلفل الناشفه. انا هنا ما بحبش احط فلفل فيه ميه، الفلفل ناشف. طبعا اللي حطيته دوه قشر سفندي، قشر البرتقال اللي عندك بتحطيه. ده طبعا كان عندي موجود وانا بصفي المش كان موجود، قلت احطه برضو مع الجبنه الجديده. طبعا بعد ما خلصت الجبنه كلها بالشكل ده وحطيتها في البرطمان، المش ده عندي جاهز اهو. طبعا المش ده جاهز عندي، طبعا متعتق بقاله سنين. اللي ما عندوش خميره مش هيعمل ايه؟ هيجيب 2 كيلو لبن او كيلو لبن مع كيلو شرش الجبنه القريش. لو انت بتجيبي الجبنه القريش قولي للست انا عاوزه الشرش بتاع الجبنه هتديهولك على طول، او لو عندك اي سوبر ماركت تاخدي الشرش بتاع الجبنه البيضه، وهتحطيهم على النار يغلي كويس جدا. وتجيبي فلفل شطه من السوق وتحطيه مع اللبن هيغلي، تضربيهم في الخلاط وتروحي جايه تنزليهم على النار ياخد غلوتين 3. وكمان لو عندك مرطه تروحي جايه محمصاها كويس وحطها عليه، وتروحي جايه حاطه عليها ملح الخشن، وكل ده تدوبيه مع بعضه ويبقى بيديكي الخمير. ولو انت عندك اي حد فلاحه وهي جايه قولي لها عاوزه مش خمير هتديكي ده رخيص جدا. زي ما انتوا شايفين بعد ما عبيت البرطمان كله بالشكل ده هتغطيه كويس جدا. هروح جايه حاطه له عليه كيس ومغطياه ومقفلاه بحته خرقه نضيفه كده، وسايباه لمده قد ايه؟ سايباه لمده من شهر لشهرين عشان تاكلي حته جبنه زبده طريه. لازم كل ما المده طول بتديكي نتيجه افضل. زي ما انتوا شايفين معايا كده، ده كده بقاله حوالي 3 شهور. بعد 3 شهور فتحت عليه البرطمان، فتحت عليه وزي ما انتوا شايفين حته الجبنه من جوه عامله ازاي. طبعا ولا حاطه له عسل اسود ولا حاطه له حاجه، كله على الطبيعه قصادكم. زي ما انتوا شايفين كده حته الجبنه من جوه مربى كريمه، بتدوب خالص في ايديك ازاي ذوبان، والمش كل ما بيقعد بيتقل. اهو شايفين دي طبعا الجبنه القريش اللي انا كنت حطاها، وده طبعا الفلفل اللي انا كنت حاطاه معاه اللي هو الفلفل الشطه، برضو بيبقى طعمه حلو جدا وانت بتاكليه. وبالنسبه لده انتوا شايفين المش بيتقل معاكي. طبعا انت لو المش لقيتيه نقص في قلب البرطمان او البلاص هتعملي ايه؟ هتجيبي لبن رايب او لبن او الشرش ده، اي حاجه هتحطيها عليه لازم تغليها، تغلي كويس جدا على النار وتسيبيها لغايه ما تبرد، وبعد كده فضيها على المش. كل دي الحاجات دي ما بتعملش دوده ولا سوسه. بالنسبه بقى في ناس بتحب تحط دنكار، انا هنا ما بحبش احط الدنكار خالص. لو لاحظتوا ان انا محطتش البديل بتاعه بجيب شويه حلبة حصى، وبجيب حته شاشه او خرقه فلينة نضيفه وبربطهم فيها وبحطها في قلب البلاص او في قلب البرطمان، او ترمس مر. بجيب برضو حبه ترمس مر كده زي معلقه كبيره وبربطها وبحطها في قلب البرطمان. الحاجات دي بتبقى احسن شويه من الدنكار، لان الدنكار انا معرفش دي ماده زي ما انتوا شايفين كده. هو باخد منه وبحط تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين كل ما المدة طول وبيقعد بيديكي نتيجة افضل. طبعا الجبنة القديمة اللي في السوق دي دلوقتي بيبقى تكسريها من جوه تلاقيها فاتحة، دي تلاقيها جبنة جديدة.
واللون اللي عليها من بره ده بيبقى لون المش، بيحطوا له عسل اسود عشان خاطر تتخدعي في اللون من بره يبقى لونه بني. اما الجبنه لما تكسريها من جوه كل ما تكون الجبنه غامقه من جوه زي ما انتوا شايفين لونها البني ده، دي تعرفيها جبنه قديمه على ابوها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه بتاعتي عجبتكم. لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.